جت غلطة وكانت بتعمل أدوار عشان التزامات عائلية، وفوق ده كانت بتصرف على أسرتها. ده كلام الفنانة لبلبة اللي خلاها تتصدر الترند من شوية كده. لبلبة اتألقت من وهي صغيرة لما ظهرت مع الفنان أنور وجدي، ومن وقتها ونجمها الفني لمع وشفناها في أدوار كتير قوي، وعملت أكتر من 85 فيلم. بس طبعا في جزء خفي كده في حياة كل ممثل، وبيبقى أوقات محتفظ بيه لنفسه وقرارات بياخدها في أوقات وبيرجع يندم عليها بعدين. ده كله وأكتر كشفته لبلبة امبارح في تصريحاتها مع الإعلامي أنس بوخش. في الأول قالت إنها جت غلطة وكانت آخر واحدة في إخواتها، وعمرها ما كانت متدلعة، بس كانت واقفة جنب أهلها وبتراعي أمها لحد آخر يوم في حياتها. ومرضها خد فترة طويلة حوالي 17 سنة كده، وكانت أمها وبنتها، واللي موتها كان أكبر صدمة في حياتها زي ما قالت، وقعدت 3 سنين لابسة أسود بسببها، وقلعت الأسود لما سمعت كلام جمهورها. وطلبت لبلبة من جمهورها إنه ما يزعلش أو يتضايق من دور معين عملته، عشان زمان كانت بتعمل أدوار بسبب التزامات عائلية، ودلوقتي بتعمل أدوار مركبة ونفسها تقدم شيء قيم بيقول حاجة للمجتمع. وفي وقت ما هي بتحكي وبتفتكر، حكت أكتر موقف صعب عليها في حياتها لما فقدت أخوها الكبير ووالدها توفى في المطار، وكان لازم تاني يوم تطلع في حفلة مذاعة على الهوا وتغني للناس. ورجعت من الدفنة وعملت مكياج وضحكت الناس وعملت أحلى فقرة، وبعدها عيطت كتير. مش ده كله اللي حكيته لبلبة، قالت إن قرار إنها ما تخلفش خدته بنفسها، ودلوقتي بتشعر بالوحدة، وبتقول يا سلام لو كان عندها ابن، بس ما يمكن لو كان عندها ولد كان سابها وراح يدرس بره، وكانت برضه هتبقى وحيدة. ايه بقى اكتر حاجة شدتكم في كلام لبلبة وكنتوا اول مرة تسمعوها؟ قولوا لنا في التعليقات.